اوعي لحمة العيد تبوظ منك، او لو هتطلعي صدقات للناس اوعي تبعتي لهم اللحمة بايظة. طب هتعملي ايه بعد الذبح واللحمة اتقطعت؟ اولا اتاكدي ان هي مقطوعة على سطح نظيف، مكان نظيف عشان الجزار يقطع عليه. سيبيها تتهوى، سيبيها في التكييف او سيبيها في مكان فيه هوا في الطراوه. لازم اللحمة تبرد وتنشف من دمها. اوعي تشيليها وهي لسه سخنة، السخونية دي مع الاكياس بتبوظ اللحمة وبتخليها تزرق، واحنا كمان في درجة حرارة عالية جدا في الفترة دي، وخصوصا في الايام الجاية ايام الذبح وايام العيد. حافظي على اللحمة كويس قوي، سواء لحمتك او اللحمة اللي هتطلعيها صدقات. عايزه تشيليها في الديب فريزر لو متاكده كويس من نظافتها تمام شيليها كده، يا اما اشطفيها شطفه بسيطه وصفيها وابداي حطيها في اكياس ودخليها الديب فريزر او الفريزر عندك، بس ابعديها عن بعضها، ما تحطي اكياس اللحمه كلها فوق بعضها مره واحده. سيبي كل كيس ياخد مده التفريز بتاعته كويسه جدا، وبعد كده ابداي حطيه. ولو هترصيه خلي اللحمه اللي فيها دهون في الاول عشان هي تسحبيها في الاول. طب بعد ما اتجمدت وعايز تستخدميها، طبعا احنا كنا قايلين ازاي تفكي الاكل، سيبيه في تحت في التلاجة في الارفف اللي تحت، نزليه من الديب فريزر او الفريزر بتاعك حطيه في التلاجة من تحت، سيبيه يتفكك في التلاجة مش بره التلاجة. ولو مستعجله عليه حطيه تحت الميه لمده نص ساعه بس وهو جوه الكيس بتاعه، ما تطلعهوش بره الكيس. وتاكدي ان المكان اللي اللحمه بتتذبح فيه مكان نظيف، الجزار غسل ايده، المكان حواليكي ما فيهوش اي دبان واي حاجات دي، كل الحاجات دي بتسيب امراض في اللحمه. واللحمه لما تطلع صدقات للناس بتروح لهم بايظه وزرقاء بسبب العرق وبسبب الحر. حافظي على سلامه اللحمه كويس جدا وسيبيها تتعرض للهواء سواء لحمتك او لحمه غيرك عشان اللحمه تبوظ. الناس يعني مش متحمله ان اللحمه تبوظ. كل سنه وانتم طيبين ونعيشها صح. لو عايزه اي تساليني في اي حاجه سيبيها تحت في الكومنتات وهرد عليكي.